أنا في مدينة من أعجب مدن اليمن وأكثرها جمالا وأكثرها عراقة، تسمى منهانتن الصحراء، إنها شبام. شبامنا المشهورة بشهرة المريخ، ناطحات الغاد شقق التاريخ. شبامنا المشهورة بشهرة المريخ، كل من نظرها قال محلاه للبنيان. هذا مدخل المدينة، هو المدخل الوحيد للمدينة. البنيان في شبام من 7 طوابق، أكبر شيء 7 طوابق، كلها مبني من الطين. أنتم متصورين أن هذه البيوت من أكثر من 500 سنة، يعني الآن تعتبر جميلة ومبهرة، كيف قبل 500 سنة؟ لذلك تسمى شبام أول ناطحات سحاب في العالم. من نظرها قال محلاه للبنيان. الحين وصلنا إلى أقدم بيت في مدينة شبام التاريخية. هذا هو البيت. منزل من هذا؟ بيت يرهوم. يرهوم. هذا أول بيت مبني في مدينة شبام. هذا المسجد اسمه مسجد باذيب. بني هذا المسجد في القرن 11 الهجري على نفقة عبد الرحمن عمر باذيب، وباستثناء تغييرات طفيفة جدا فإن المسجد لا يزال يحتفظ بمعظم أجزائه وطابعه القديم. اسم الناحت يكتبون هني صلاح المعلم، يا حافظ يا حفيظ، 1336 هجري. هذا طرف السوق، يلا نروح للسوق. انا مغلقين معاك ما شاء الله ما شاء الله. هذا كلها نحت يدوي. نحت يدوي، نعم. من يقوم فيه؟ هذا نحن نشتغل. عجيب ما شاء الله. أنت أسرتك يعني؟ الأسرة ولا أنا الوحيد فقط. أنتوا وارثينه ولا إيش، ولا شارينه ولا؟ لا مستأجرين هذا بس. ما شاء الله ما شاء الله. كنز علي بابا. هذا كنز، اي والله كنز. انا افرك المصباح يطلع لي مارد. شوف هذاك المصباح موجود المصباح. ما شاء الله ما شاء الله. شوف يا كل شيء قديم فيه. عجيب. المدينة يعني تحكي عن نفسها. اي نعم، تتحدث المدينة تتحدث. هذا يعتبر من أقدم بيوت مدينة شباب. شوف بابا صغير. شوف الباب صغير. في أحد ساكن فيه الآن؟ شوف. إيه هذا مسجد بايرش. إيه دكان هذا. ما شاء الله. إيه السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. الله يسلمك. ما شاء الله. المدينة على كثر تفرعها، كل شارع أجمل وأجمل، وكلها تقريبا يعني بيوت مرتفعة، كلها ناطحات سحاب في ذلك الوقت. هذه خريطة مدينة شبام مصورة، السوري يحطها من كل صوب. ها ولها كم مدخل؟ ندخلها 5 مداخل وبوابة. 5 مداخل. هذه البوابة اللي دخلنا منها. أيوة. هذه كله درج، عبارة عن درج. المداخل بدرج، لكن المدخل الرئيسي واحد. كمل جولة المدينة. ما شاء الله. ايه في محلات. هذا الأولاد يلعبون كورة. هذا بيت قديم هذا. اقدم بيت. هذا مو مرمم. لا خلاص خربوه. هذا على شكل الرئيسي من بداية بنيانه. ها ما في أحد الحين طبعا، مهجور. ما شاء الله في كل مكان في مسجد، سواء مسجد الحارة أو مسجد ضخم. ما شاء الله. شقق التاريخ، شبامنا المشهورة بشهرة المريخ، كل من نظرها قال. لما كانت البيوت في السابق من دور ودورين، كانت شبام تناطح السحاب، وبيوتها من 6 أدوار. شوفوا متخيلين أن هذا البنيان صار له أكثر من 500 سنة، قد يصل إلى 700 سنة. شوف البيوت. لذلك هي أول ناطحات سحاب في العالم، وتسمى بمنهانتن الصحراء. شبامنا المشهورة بشهرة المريخ، كل من نظرها قال محلاه للبنيان. الله يسعد مساك. ليمون ونعنع وأرجيلي تفاحتين لطاولة 5. شو القعدة هاي؟ وين لا ماما، لا لو سمحت
مش هيك يعني، مش للدرجة. لا 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 خلص، بعدين برجع لكم. من العوائل المشهورة في المملكة العربية السعودية عائلة بكشان. عائلة تنتمي إلى قبيلة عريقة أصلها من حضرموت، وتحديدا من دوعن، وتحديدا من هذه القرية اللي أزورها. هاجروا قبل عشرات السنين، وبقيت بعض بيوتهم وآثارهم في هذه المنطقة. لكن في قصر في هذه المنطقة يسمى خيلة بكشان، تحفة فنية رائعة. أبوريكم تفاصيل خيلة بكشان وجمال منظرها. شوفوا معي، شوفوا القصر، قصر بكشان في دوعن، ما شاء الله جميل بتفاصيله. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، شوفوا الضخامة. هذا الديزاين الدوعني ما شاء الله، يا سلام. شوف هذه بس لوحة فنية. القصر مبني عام 1286 حسب ما هو مكتوب في واجهة القصر، يعني صار له تقريبا قرابة 160 سنة. لاحظ أساسات القصر صايرة جزء من الجبل، لأنه في منطقة يعني على حافة وادي دوعن، ومزين من الأمام بقرنين الوعل. يا سبا أنت العتيقة مهما زاد الدهر ضيقة، والحضارات العريقة حين تمرض لا تموت. هل هي تعتبر أول ناطحات سحاب؟ نعم، أول ناطحات سحاب في العالم. أول ناطحات سحاب في العالم في شبان. في هذه بيوتها مستحيل. هلا ما شاء الله أهلا طيبين. اي نعم طيبين. شوف ما شاء الله فيها ممرات وزقاق. هذا طيب فيها نقش، هذا مكتوب فيه تاريخ شيء؟ شوف هذا ولا هنا فوق. وين؟ اي مكتوب المرحوم شو اسمه؟ اوه لا خشوا يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط صلاح ليش؟ سنة 33 هجري. سنة 33 هجري. ما شاء الله تبارك الرحمن. مبني عام سنة 33 هجري. معقولة؟ ما شاء الله. يعني هنا الأبواب يكتبون عليها التواريخ. الحين ما ندخل. ايه الحين داخلين على أقدم بيت في المدينة. أقدم بيت في مدينة شبام. شوفوا المباني الشاهقة. شوف ما شاء الله. تواصل بين البيوت. ما شاء الله. لا. كافيك حياك الله. الاسم الكريم عبد الله. ونعم شيخ عبد الله. أنت من؟ أنا مشاري العنزي من الكويت. يا حجاج. الله يحييك يسلمك يعافيك. أنت من شبام هنا؟ من أصل شبام. من أصل شبام. ممتاز ما شاء الله، يعني نحصل معلومات عندك. زين يلا خلينا نطلع الحين. كذا نطلع. يلا بتعرف الأصحاب. وين؟ يلا نروح. تمام. شبام كم لها سنة؟ 500 عام. قبل 500 عام. أصلها كيف انبنت؟ من بناها؟ الأجداد. السلاطين اللي حكموها؟ أول. أي سلاطين؟ في قعيطي في كثيري. القعيطي والكثيري. طوابق. البنيان في شبام من 7 طوابق. أكبر شيء 7 طوابق. كلها مبني من الطين وبهذا الشكل. الألوان حتى السيارة لونها طيني. من مع البنيان. ايوه لون طين. كل حاجه من الطين. الله يجزاك خير. موفق يا رب. نورتونا احنا في بلادنا. الله يسلمك تتشرف على راسي. شعب طيب ما شاء الله. لا طيبين. اي نعم. اهل المدينه طيبين. اي ما شاء الله. انا في مدينه من اعجب مدن اليمن واكثرها جمالا واكثرها عراقه، تسمى منهانة الصحراء. انها شبام.
قاعد ندور طالب ما احنا محصلينه، قالوا لنا تلقونه بالمطبخ. وينه؟ والله صدق شو تسوي؟ قاعد تطبخ؟ لا شنو طبختنا؟ اليوم مضغوط لحم بسوي لكم نفس المطعم والله دخل المطعم يبي يطبخ. شلون وافقوا؟ سحروا والله اول مفاوضهم ايش بتسوون ايش ما تسوون يعني طفشانين ما يبغوا انا بطبخ جيب هذا كيف خطبنا. اي والله راضين انتم؟ موافقين انتم؟ عادي مسموح. الشيب اللي هنا قال اذا ضبطت الطبخه بيطردون ايوه عاش ايوه خلها رايبه شوي. ايش تقولوا رايبه ولا فيها طماط اكثر يعني. هي حميس تصير حميس. شنو نوع اللحم اللي عندكم؟ شنو حربي يعني ايش؟ حرب يعني غنم. غنم ولا معزه؟ غنم. هذا اللحم. متى هذا ذابحينه؟ اليوم؟ اليوم قتلتوه؟ اليوم الله يسامحكم. الله يرحمه. اخاف يطير تحت شوف. يلا عادي امس علينا الليل ونحن ما وصلنا هنا لحد الان، من قرية الى قرية ندور المكان اللي نبيه. اسمها شنو؟ رباط باعشن؟ مرباط باعشن. شوف ما شاء الله هذه قرية جميلة. هذه الدقاق حلوة. ايه لا شوف هذه القرية جميلة صراحة. أنا عندي هذه من أجمل القرى. شوف شلون تفاصيلها تدرجها. شوف المسجد جميل. هذا لو جيت الصباح شوف هذا المواصلات كلها هذا سوق الظاهر سوق. ودخلنا إلى القرية اللي نبيها، رباط باعشن. ليش جايين احنا؟ لأن هذه المنطقة، لا خلينا نقول لهم هذه المنطقة تعاني من مشاكل في المياه، فجايين عشان حفر بير ارتوازي في هذه المنطقة. هذا البير أحد آبار حملة تخيل اللي جمعنا لها في 25 فبراير هذه السنة. هذا واحد من نتائجه، اللهم لك الحمد. يعني في 25 فبراير جمعنا المبلغ، واليوم جينا إلى اليمن إلى دوعن نحضر افتتاح هذا البير. شوف اللهم لك الحمد. شوف يا رب لك الحمد. الله أكبر، الحمد لله، اللهم لك الحمد. يا سلام، الله أكبر. الحين بيقيس درجة عذوبة البير. 550. أشوف 561 مليمون. إيه لما رحنا وصورنا في أفريقيا قلنا لكم الآبار هذه راح توزع على أكثر مناطق حاجة. اليوم احنا في دوعن نشهد حفر بير ارتوازي يغذي أكثر من 10,000 نسمة في هذه المنطقة. نشكر جماعة يعني مؤسسة النقال الكويتية وجمعية أيادي الخير، يعني قمتوا بواجب يعني هذا حق واجب وانتم تستاهلون. 12,000 نسمة ما شاء الله. لو كان يعني النهارده نعمل نسويكم على البيوت على الواقع يعني لان كم منطقة هي مش منطقة واحدة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ان شاء الله اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. الله يتقبل يا رب لك الحمد. ما شاء الله ما شاء الله. شوف ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله. انشرت السيارة بالطريق.
واحنا بقلب الوادي، كنا في الطريق هذا لكن ما قدرنا نوقف لان اصلا الوادي ضيق جدا. فالحين نبي نطلع السبير. يا سلام. تعال شوي حط اضاءة على شوف هذا والله راح من الصخر صار حجر هذا بنشره. يلا الله يعين، شكلها سهرة صباحي. خلاص حط الجيك تحت. يلا يا شباب يلا. فلاح عيونك حاول على السيارة، قدم السيارة شيء عشان يرتفع. لا يمكن يخطئ. نسأل تأكد فقط لكي نعزز نظرية الأمين عشان ما يزعلوش بس ولا يخيبوا ظنهم بالأمين. السلام عليكم يا ولاد. حيد القزيل كذا. منتجع حيد القزيل. المنتجع حق حيد الجزيل. قص وين؟ يمين. ايوه ايوه المثلث ايوه قبل السوق. ايوه. بلان يا كوز يا صافي يا بلان ما تسقي الا كل ضمان عبد الحوري ولا تقلبوا ولا يهب هذا الخط. والله يا جماعة أهل كرم، اليمن أهل كرم، لكن في دوعن كرمهم خدعة. هذا صاحبنا اللي معانا هو يعني من العمودي وقاعد يرشدنا، فكل شوي قدام تعالوا قدام يورينا لين وصلنا البيت وقال أنتم معزومين عندي على العشاء. السلام عليكم. يا مرحبا هلا بالشيخ، كيفه؟ يعطيك العافية أبو عبد الله. هذه خدعة الله يكثر خيرك، جزاك الله خير. ضيفنا في بيته، الله يكثر خيركم، جزاك الله خير يا ابو عبد الله. بسم الله. منزل عامر بهله، والله ما حبينا يعني نتكلف عليك، الله يجزاك خير، وانت يعني ما شاء الله عليك. الحرب خدعة والعزيمة خدعة. الله يجزاك خير. بسم الله. شوف هذا المسجد صاير في الوادي. شكله هذا كان قديم يمكن. هذا القديم وهذا المسجد شكله حديث. الظاهر انه كان عندهم مسجد وبنوا هذا، لان هذاك مبين عليه محراب، وهذا المسجد، هذه المواضي. اسمع صوت الاذان. ما شاء الله الصدى.